أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم. اليوم غنحاولوا ندير واحد القراءة في منافسات البطولة الوطنية في الموسم ديالها الجديد. اش من بطولة بغينا أو اش من مباريات بغينا إن صح التعبير. صحيح أنه التصنيف ديال الكاف تيعطينا بأنه أحسن بطولة وطنية على الصعيد الأفريقي هي البطولة المغربية، وهذا ببعث الافتخار، هذا تيبعث على الافتخار. إذن باش نزيدوا نجودوا هذا المنتوج داخليا قبل ما يكون خارجيا، اننا خصنا نجودوا المباريات. كيفاش يمكن نجودوا المباريات؟ كاين بزاف ديال الطرق، ولكن الطريق الصحيح هو انه يعني اي لاعب دخل لارضيه الملعب واي حكم دخل ارضيه الملعب يعرف بانه عنده واحد العقد مع الجمهور اللي في الملعب، بمعنى انه عنده واحد الدور يأديه، انه يقدم واحد الفرجه للجماهير اللي تتابع المباريات بغض النظر عن القيمه ديال المقابله. صحيح ان كاين هناك بزاف ديال الامور، هذه مقابله خصنا نربحوها، ما خصنا نخسروا لانه ولانه، ولكن في نهايه المطاف راه كاين ذاك العقد. لما تنشري واحد التذكيره انا وندخل الملعب، ان من الواجب ديال اللاعب انه يقلب كيفاش يأدي لي الفرجه، ماشي يقلب كيفاش هو يربح المقابله ويتحايل ونقلب على جميع على الوسائل باش نربح المقابله ونخلق الصداع ونلصق في الحكم ونهيج الجمهور ونقول شوف الحكم دار لي. ماشي هذا هو الاصل ديال كره القدم. الاصل ديال كره القدم هو انك تلعب الفرجه ونخلي هذه الامور تجي بوحدها. يعني ذاك الاحتجاج ديال الحكم والتجهيه لا تصطنع، ماشي نقلبوا عليها. هذا هو اللي تنقصد عليه، ماشي نبحث عليها انه يعني باش نبرر مثلا الفشل ديالي في المباراه، او نبرر يعني انه العدم ديال يعني القيام مقابله كبيره نبررها بشي وسائل اخرى. هذه ما خصش تكون. انا خصني نلعب الكره ونخلي الامور الاخرى تجي بوحدها. طيب، علاش نقول هذا الكلام؟ لانه المقابلات ديالنا حسيت انه ما غنقولش بانه لجميع المباريات وجميع اللاعبين ابدا، باش ما تحسبش عليه بانه انا عندي واحد نظره للبطوله. لا ابدا، عندنا لاعبين عندهم مهارات، عندنا لاعبين عندهم امكانيات بامكانهم يفجروها في المباريات. اللي خاص هو انهم يدخلوا للمقابله على اساس انه غيحاول يستمتع، او اللاعب خصو يستمتع. شي لاعب اللي تيقول لك ودي بانه انا داخل عندي المقابله وما عندوش في النيه ديالو انه غادي يستمتع، كاع ما يلعب كره القدم. الكره القدم فيها استمتاع، والاستمتاع تيقتضي انك تلعب المقابله من اجل انك تستمتع، لان الاستمتاع ديالك هو في النهايه استمتاع للجمهور. غندخل واحد الجزئيه مهمه، العلاقه ديال الحكم بالمباريات، او العلاقه ديال الحكم باللاعبين داخل المباريات. هذه العلاقه خصها تخرج من دائره على انه هناك حكام ضد هذه الفرق، يعني وحكام يعني تيميلوا لهذه الفرق. الا بقينا في هذا الجو هذا، انا راه ماشي نبرأ الحكام، لا ماشي تبرير الحكام، تنقلب على كيفاش يمكن ندير واحد البطوله ولما تنتهي المقابله نهضروا على الجوده ديال المقابله اكثر من اللي نهضروا على يعني المشاكل ديال المباريات. لانه الان علاش درت هذه المقدمه هذه قبل المباريات؟ لانه وليت خايف على انه نجيو عاوتاني بدايه هذا الموسم وغنبقاو نذكروا عاوتاني على المشاكل والحكام والتامر وضرب الحكم والحكم. ما يمكنش انه عام كله حنا تنهضروا على التحكيم والحكم، وانه كان بالعاني انه يستفز اللاعبين، وانه العام اللي فات وهذه 3 سنين وهذه 4 سنين هو معنا وضدنا. خاصنا نخرجوا من هذه الدائره، نخرجوا لدائره الفرجه، دائره المتعه. خاصنا اللعابه ديالنا نديروهم في المحل اللي خصهم يكونوا فيه. شنو المحل اللي خصهم يكونوا فيه؟ هو الدائره ديال المتعه. حتى حنا بغينا يكون عندنا نجوم ديال البطوله نهضروا عليهم، نهضروا على هذا اللاعب وعلى هذا اللاعب وعلى هذا اللاعب. هذا ما تعنيش بان ما نهضروش على المشاكل، راه ما تنهضروش نهربوا من المشاكل، ولكن خصها المشاكل تكون يعني ماشي هي الطاغيه، ماشي البدايه بالمشاكل والنهايه بالمشاكل طيله الموسم. ولاحظتوا بان العام اللي فات كله تحتنا، ماشي العام اللي فات، العام اللي فات اللي قبل اللي بعد منه تنطقوا على المشاكل، الحكم وظلمنا والحكم والكره فوق الشرط ما فوق الشرط. يعني شكون اللي يسبب في هذا الشيء هذا؟ راه كل شيء اولا الحكام من جهه واللاعب من جهه. يعني العلاقه بين الحكم واللاعب خصها تغير تولي مساله ثقه. خاصنا ندخلوا لهذه المساله هذه، ما عندنا ما نديروش كاين شي حل اخر يقول لي شي واحد اخر. خاصنا ندخلوا ديال الثقه. اللعاب يثيق في الحكم والحكم يثيق في اللعاب. اللعاب كيفاش غيمكن له يثيق في الحكم؟
يعني مساله بسيطه انني غنشوف بان القرار اللي خدا الحكم غنعتبره بعادي. كاين داك الحركات ديال عدم التقبل، ولكن ماشي لدرجه انه لا هذا راه جاي بتعليمات. وبالنسبه للحكم كيفاش يمكن له يثيق في اللعاب؟ يثيق في اللعاب انه اللاعب يلعب كره، لانه الا بقى اللعاب مره غير يقيسوا شي واحد او شي حاجه ويتحايل ويقعد في راسه ويقعد هكايا، تيولي الحكم مضطر على انه تيقولوا الديوان اللي طاح الصفر ليه. الجمهور ما تعجبوش هذا الشيء هذا، ولكن كاين اللي غيعجبو لان الا كان الفريق ديالو هو اللي مستافد. اذا هذه العلاقه بين اللاعب والحكم والجمهور خصها تغير، خصها تغير. خذوا المثال اللي كان في بطوله العالم ديال السيدات، وخذوا في بدايه البطولات اللي كاينه الان في البطولات الاوروبيه. اشنو كاين فيها؟ تشيت نشوف غير داك الاطباء ديال الفرق، كل فريق عنده 4 5 ديال الاطباء ما تيدخلوش نهائيا، لعابه مع لعابه تيصطدموا ما عندها والو تنوض. حنا لا، مع كامل الاسف خاصنا ندخلوا اولا، ثانيا خاصنا ندخلوا لدائره ما يسمى بانه النسبه الكبيره تكون ديال الكره. بمعنى انه هذا الشوط هذا الاول ديال الكره على الاقل الشوط الاول لعبوا واحد 30 دقيقه 28 دقيقه، ما نلعبوش فيه 18 و 19 و 20 دقيقه، الكره هي واقفه. يعني حنا غدنا البطوله ولاحظوا حسبوا شحال من مره تدخل الحكم، ما عاد الا بغاو يديروا واحد النوع من التحدي ويقولوا حنا هاد اللعابه ديالنا غنلعبوا كره القدم، ما غنبقاوش نضيعوا الوقت. ما معناتها ما نضيعوش الوقت، يعني انه اللاعب يلعب الكره الا ما عندك حتى شي حاجه، راه ما عندك شي حاجه. جميع المباريات اللي البطوله دابا ديال انجلترا وديال المانيا، لما تنشوف الحكم تنشوف الطبيب ديال الفريق تقول هذا ما يكملش، هو اللي تيوقع. الا دخل الطبيب اللعاب ما تيكملش، يستحيل واش يكمل. علاش؟ لانه الطبيب لما تيدخل لشي حاجه، يعني بشحال جات سياره الاسعاف للدار، ما يمكنش جايه سياره الاسعاف لواحد السيد وداو للسبيطار وفي الاخر لا ما عندي والو. اذا ولهذا فاحنا البطوله ديالنا بغيناها تبقى، يعني هذا الكريتير ديال انه حاضرين في المنافسات الافريقيه وحنا الاولين على الصعيد الافريقي بغينا نزكيوه. حنا ماشي نصف نهايه كاس العالم، ما تهضرش عليها كتاريخ، تهضر عليها كواحد البلد الفريق ديالو المنتخب ديالو مشى نصف نهايه كاس العالم. خاص حتى هذا الشيء يترجم على ارض الواقع. البطوله ديالنا غادا تبدا، بغينا اللعابه ديالنا يعني يدخلوا ويقولوا ودي حنا غادي نحاولوا نغيروا. كيفاش غنغيروا التعامل ديالنا؟ حيت اللعاب اللي تيحني راسو يبقى يطلع واش الحكم صفر ما صفرش، لا، كيمكن تجيب عندهم بعض الحالات باش ما نخليوش كل شيء بانه راه يعني ماشي سليم. كاين بعض الحالات اللعاب تيحس بوحده انه مثلا تعرض لواحد العرقله، ما تيشوفها لا حكم ولا تجي واحد، تيبقى طايح. الا بقى طايح وحس بها بانه بالفعل انه مقيوس، راه لما تيجي الفار تعطيه الحق. اذا هذه العمليه ديال انه لعبوا مباريات نشوفوا واحد الايقاع، ما كاينش توقفات، لانه التوقفات هما اللي تيقتلوا المقابله. الا كان ما بين الشوط كل شوط يدخلوا فيه الطبيب ديال الفريق 4 و5 ديال المرات، ما بقاش مباراه في كره القدم، انتهى الامر. ولات مقابله ديال واحد الفريق باغي او واحد اللاعب باغي يربحوا المقابله باي طريقه كان، نضيعوا الوقت نكذبوا ونديروا. فما خصش هذا الشيء هذا. عندنا بطوله خصنا نحترموها ونحترموا الجمهور اللي تيدخل، راه هادشي كل شيء من اجل الجماهير اللي تدخل باش تشاهد مباريات في مستوى عالي جدا والايقاع. يعني ما نبغيش نعطي بعض الامثله اللي تتبين بانه اللاعب ديالنا ما عندوش، اللاعب ديالنا ما تيحافظش على الايقاع ديال المباريات. شوفوا اللاعبين اللي مشاو احترفوا على برا ورجعوا، علاش يرجعوا؟ ماشي ما تيلعبوش مزيان، تيلعبوا، ولكن الايقاع ديال المباريات يمكن تلقى بان الايقاع مرتفع جدا. هما اللاعبين عندهم مهارات وعندهم امكانيات من مستوى عالي جدا. الشيء اللي تيخليهم يرجعوا توالي المباريات، تيخليهم انهم ما يقدوش يعطيو نفس المردود بنفس المستوى العالي. يمكن لما تيتشافوا هنايا في البطوله ديالنا تيبان في مباراه في جوج ثلاثه تيقول هذا لعب صالح، ولكن لما التوالي ديال المباريات وداك الايقاع بداك الشكل هو اللي تيخلي اللاعب ما يستمرش. علاش؟ لانه ملي تيدخل بوحده ماشي بوحده غيبقى يطيح. لما تيمشي لواحد البطوله تلقى فيها بانه الناس لعبت 45 دقيقه موقفه شاي، هنا غادي يبان بانه المباراه الاولى صبر، المباراه الثانيه صبر، الثالثه غادي يبان بانه يمكن نقدر نقول هذه الكلمه هذه مهيئش بدنيا. اذا تنتمنى على انه هاد اللاعبين يدخلوا في هذه البطوله ويقولوا بدي اليوم غادي نديروا يعني واحد النوع من التصالح ما بين الحكام وما بين اللاعبين. اللاعبين يلعبوا كره القدم، نقلوا ماشي نقول نحيدوا، نقلوا من هذا الشيء التحايل وكل ساعه طايح واحد منا واحد منا واحد منا اللي قاد في راسه واللي قاد في رجله. هادشي تيضر صراحه، لانه من الغيره ديالي على الكره ديالنا ومن الغيره على اللاعب ديالنا، حيت عندنا لاعبين عندهم امكانيات، فانا بغيت يوظفوا الامكانيات والمهاره ديالهم اكثر ما يوظفوا شيء اخر.
اضافه انه الى لاحظتوا بانه هذا الشيء التعامل ديال الحكم مع اللاعبين، الى حكم صفر على لعاب خليهم منه اللعاب. علاش الحكم يصفر يعطي يعني يعطي انذار للعاب ويجيو 11 لاعب يضربوا الحكم؟ خليه ما نبقاوش نعطيك الصوره ديال اننا كنسميها ماشي حتى نقول الاحياء، يعني ما خصناش انه الحكم الا صفر شي حاجه الفرق 22 واحد دايرين به. كيبغى يكون الحكم الا كان 22 دايرين به او 18 او 17، بمعنى انه وحدين مع وحدين ضد، اذا الحكم القتل اللي مشى له غادي يلقى عنده الضد. يعني انه ما تظنش بانه يخرج بشي نتيجه ايجابيه، ولكن الا كان منه ذاك اللعاب راه ممكن ذاك اللعاب الا حنا غير راسو راه كلشي غيقبل هذا الوضع هذا. فانا هذه المقدمه درتها باش على الاقل نطلبوا الله على انه البطوله ديالنا تنطلق انطلاقه اللي تخلينا نتذكروا على اسماء ديال اللاعبين، ونتذكروا على اللاعبين والمستويات اللي قدموا في المباريات اكثر من نهضروا على المشاكل. ونتمنى بانه الحكام ديالنا حتى هما ينخرطوا في هذه العمليه، وهذا الانخراط ما خصوش يكون فردي، خصو يكون جماعي. بمعنى انه ماشي واحد حكم تيطلق اللعب وواحد تيزير اللعب، ما يمكنش التحكيم بهذا الشكل هكايا. ماشي كل واحد تيحكم على هواه، خص يكون تحكيم احتراما للضوابط والقوانين، ونعرفوا بانه اللعب اللي تيتحايل واللعب اللي ما تيتحايلش. كاين الفار. واحد الكلمه اخيره نقولها على الفار: لما الحكم تيصفر ضربه جزاء او تيصفر تسلل او شي حاجه من هذا القبيل، تيعيطوا لمارين الفار وتيمشي عند مارين الفار وتيبدل الراي ديالو، بمعنى انه راه يعني كان غلط، راه ماشي انه كان ضد واحد الفريق، لانه تلقى بعض النوبات الحكم تيصفر تسلل، الفريق اللي تشجع الهدف تيكون فرحان، تيعيطوا لهم مارين الفار تيقول له ودي لا اجي شوف راه ما كاينش تسلل مثلا. ملي تيشوف ما كاينش تسلل، او مثلا يعني يسمحوا لي التسلل ما تمشي يشوفوا الحكم تيشوفوا مارين الفار، الحكم تيصفر مثلا تسلل، التسلل تحت الكره تعطوا مارين الفار تقول انتظر، تبقى تنتظر، مارين الفار تيقول له ما كاينش تسلل، الهدف مشروع، تيضرب به. اش دار هو؟ راه ما دار والو، هو ما دار حتى شي حاجه، ما دار حتى شي حاجه، يعني انه هو ما هو الا طبق الشيء اللي شافه مارين الفار، يعني ما عنده. او الا مشى شاف شي حاله ديال ضربه جزاء مثلا، مشى ما شافش ضربه جزاء، الحكم ما صفرش ضربه جزاء، الحكم اللي ما تصفر الفريق اللي ما تصفرش ضده ضربه جزاء تعجبه الحال، الحكم ما صفرش، تيعيطوا لمارين الفار تيقول له شوف، ملي تمشي يشوف تيلقى بالفعل كاين ضربه جزاء، تيضربوا به على ساعه وصفرتيها. واش غندير؟ راني مشيت شفت، راني كنت معاكم ما صفرت لكمش، ولكن لما مشيت وشفت بانت لي بانها ضربه جزاء. هذا الشيء هذا خصو شويه يتحيد، وحنا اللي نتمناو انه اللاعبين ديالنا والمدرب المدربين ديالنا والمسيرين ديالنا والجماهير ديالنا والصحافه ديالنا والحكام ديالنا انهم يكون واحد الانخراط في انطلاقه ديال الموسم الجديد ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. مانشستر يوجه ضربة قوية لبرشلونة. وجه مانشستر سيتي ضربة قوية لبرشلونة باقترابه من تحضين أحد نجومه المطلوبين، ويعتبر البرتغالي برناردو أحد أولويات المدرب تشافي المدير الفني للبارسا. وأكد فابرينيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن سيلفا على وشك تجديد عقده. وكتب رومانو عبر حسابه أن الاتفاق بين مانشستر سيتي وسيلفا هذا الأسبوع على التجديد. وأكد سيلفا سيوقع عقوده الجديدة مع السيتي اليوم. الجدير بالذكر أن عقد سيلفا الحالي مع مانشستر يمتد حتى صيف 2025.